يتجه برشلونة لإقالة مدربه تشافي هرنانديز بعد أسابيع من قراره الدراماتيكي بالعودة عن نيته الرحيل في نهاية الموسم الحالي، حسب ما كشفت وسائل إعلام إسبانية الجمعة. وقالت إذاعة راك واحد الكتالونية إن رئيس النادي جوان لابورتا قرر إقالة تشافي، فيما أكدت صحيفة سبورت اليومية لخبار ذاتها. أما صحيفة أس فأشارت إلى أن برشلونة بدأ البحث عن مدرب جديد، وكان تشافي قد أعلن في يناير أنه سيرحل عن النادي مع نهاية الموسم، لكن بعد سلسلة من العروض القوية، توصل في أبريل ولابورتا لاتفاق ببقائه حتى نهاية الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو 2025. لكن في تطور جديد، لم يسافر لابورتا برفقة الفريق لمواجهة ألميريا التي انتهت بفوز بلوغران 2-0 ضمن الدوري الإسباني الخميس، وذلك بسبب غضبه من تصريحات لتشافي قبل المباراة حسب هذه التقارير. وتحدث تشافي عن الصعوبات المالية التي تواجه النادي مقارنة بقوة منافسه وغريمه الأبرز ريال مدريد وبعض أكبر الأندية الأوروبية على مستوى الإمكانات. وقال تشافي الأربعاء: على جمهور برشلونة أن يفهم بأننا لسنا في الوضع نفسه مثل هذه الأندية. وتمسك المدرب بكلامه الخميس عند سؤاله عن عدم حضور لابورتا لمباراة ألميريا. وقال تشافي للصحفيين في وقت متأخر من يوم الخميس: لم يخبروني بأي شيء شخصيا. سافرنا مع نائب الرئيس والعديد من المدراء، كل ذلك بشكل طبيعي. وتابع: قلت ما أعتقد أنه حقيقي، أننا سنقاتل من أجل جميع الألقاب، بكثير من الأمل والطموح، ولكن الوضع ليس سهلا. وأضاف: نحن نعمل بشكل جيد للغاية، والأهم من ذلك كله هو النادي لتغيير هذا الوضع. وفاز برشلونة بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه فشل في الدفاع عنه هذا الموسم، كما أقصي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليخرج من الموسم خالي الوفاض. كما تعرض برشلونة لخسارة ساحقة على يد ريال في نهائي الكأس السوبر الإسبانية، قبل أن يخرج على يد أتلتيك بلباو من الكأس. وفي أبريل، قال تشافي 44 عاما: إنه مليء بالأمل، وبأن الجمهور واللاعبين فوق كل ذلك ثقة الرئيس والمدير الرياضي ديكو كانوا من أهم الأسباب لإقناعه بالبقاء. وقال لابورتا إنه مسرور ببقاء تشافي في النادي، وبأنها أخبار جيدة من أجل استقرار الفريق. وقد بعث مدرب برشلونة تشافي هرنانديز برسائل مطمئنة حول مستقبله في كامب نو، في حين تحدثت أصداء قادمة من غرفة ملابس البارسا عكس ذلك، في ظل رفض عدد من اللاعبين المؤثرين استمراره الموسم المقبل. ونفى تشافي التكهنات المثارة حول تفكير إدارة النادي الكتالوني في الإطاحة به، بعدما اعترف بأن الأزمة المالية في الفريق ستحرمه من مجاراة خصمه التاريخي ريال مدريد. وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: النادي أبلغني بضرورة التحلي بالهدوء ومواصلة العمل بنفس الحماس والالتزام، لم يتغير أي شيء. وأضاف: لا أعرف ولا أكترث لمصدر المعلومات، أحظى بدعم الرئيس خوان لابورتا وديكو مديرنا الرياضي. وظهر خوان لابورتا رئيس برشلونة غاضبا بعد تصريحات تشافي التي قال فيها: الوضع صعب للغاية على المستوى الاقتصادي لمجاراة منافسين، سواء كان ريال مدريد أو فرقا أخرى في أوروبا. وكانت تقارير صحفية أشارت الجمعة إلى أن تشافي سيقال في الأسابيع المقبلة بعد توتر علاقته بلابورتا. في الأثناء، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مفاجأة جديدة بخصوص مستقبل تشافي مع برشلونة، بعدما أكدت الصحيفة أن بعض لاعبي البارسا يرفضون استمرار المدرب في الموسم الجديد. وذكرت الصحيفة أن بعض نجوم برشلونة طالبوا خوان لابورتا رئيس النادي بإقالة تشافي عقب نهاية الموسم،
حيث يشعر هؤلاء اللاعبون بأنه لن يتمكن من مساعدة الفريق على استعادة مكانته خلال السنوات المقبلة. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بعض لاعبي برشلونة أعربوا عن عدم رضاهم عن الطريقة التي يتعامل بها تشافي مع اللاعبين، كما أن هناك كثيرا من علامات الاستفهام حول أفكار المدرب الفنية، والتي يطالب اللاعبين بتطبيقها خلال المباريات. ووفقا للصحيفة، فإن هناك 5 لاعبين طالبوا لابورتا بإقالة تشافي، هم روبرت ليفاندوفسكي، وجواو فيليكس، ورونالدو أراخو، ورافينيا، وفيتور روكي.